هلو هلو يا حبايب قلبي، جاهزين علشان نفجر عالم الروايات بقصة تحفة مليانة مغامرات، وهتعيشنا مع أبطالنا أجمل الأوقات. هنضحك على غيرة البطل وهندوب في رومانسيته، هنزعل مع زعلهم، والأكيد طبعا مع حكايات إيمان هنفرح في نهاية قصتهم. ودلوقتي يلا بسرعة اربطوا الأحزمة علشان نخترق عالم القصص ونشوف قصتنا اللي بقلم الجميلة المبدعة نور. ودلوقتي نقدر نقول يلا نبدأ. بتبدأ قصتنا في شركة المنشاوي. كان قاعد بطلنا فهد في المكتب بتاعه بوقار وباصص للعميل بغضب. فهد قال بغضب: ازاي يعني لغوا الصفقة؟ هما مش عارفين بيتعاملوا مع مين ولا ايه؟ ده انا فهد جاسر المنشاوي اللي الكل بيعمل ليه 1000 حساب قبل ما يتكلم معاه كلمة واحدة. كان واقف العميل بخوف وبيقول: هو الشركة المنافسة لينا هي اللي هيعملوا معاهم الصفقة اللي لغوها معانا يا فندم. فهد اتعصب: يلا اطلع بره دلوقتي لما نشوف آخرة الموضوع ده ايه. وفعلا طلع العميل، وبعد شوية دخلت السكرتيرة المكتب وقربت من فهد بدلع وقالت أسيل: مالك بس يا بيبي؟ ايه اللي مزعلك كده وصوتك طالع لبره؟ خير، في حاجة ولا ايه؟ حد يزعل القمر بتاعنا؟ فهد اتعصب: اطلعي بره دلوقتي يا أسيل، أنا مش ناقصك انت كمان، كفاية المصيبة دي. أسيل بدلع وهي بتمشي ايديها على شعره: ليه بس كده؟ ده أنا أسيل حبيبتك، انت نسيت ولا ايه يا فهدي؟ فهد قام وقف ولوى دراعها ورا ظهرها بغضب جحيمي: أنا قلت تطلعي بره، يعني تطلعي بره من غير نقاش، فاهمة يا أسيل؟ اوعى يا فهد، سيب ايدي، ايدي بتوجعني. ساب ايديها فهد وزقها، طلعت تجري وهي خايفة منه ومن غضبه الجحيمي. مسح فهد على وشه بغضب. ونروح في مكان تاني. كانت واقفة بطلتنا ملاك. بطلتنا عندها 25 سنة، كانت واقفة قصاد المراية وبتسرح شعرها وبصت لنفسها وقالت: والله زي الملاك يا ملاك انتي، لو كمان ايه اسم على مسمى هو ولا ايه؟ مامتها اسمها ملك دخلت وقالت: ايه بقى يا اخرة صبري، هتروحي امتى يا بت على الشركة؟ ولا هي شركة ابوكي هتتأخري براحتك؟ في ايه بس يا نبع الحنان؟ مش تقولي صباح الخير الاول؟ داخلة علينا كده ليه؟ الدخلة دي مش عجباني، بتحسسني اني عاملة مصيبة. ردت ملك: يلا يا بنت اللذينة، امشي من هنا لحسن المدير يطردك، ووقتها والله هبقى فرحانة فيكي وتقعدي كده عطلة. ايه ده بقى؟ ده النهاردة اول يوم ليا في الشغل وتقولي لي كده برضو؟ بقى كده يا مامتي يعني؟ انا كنت متأكدة انك لقيتيني على باب جامع ومش عايزة تقولي لي علشان ما ازعلش، صح؟ قولي، اعترفي، قولي الصراحة، انا متأكدة من كلامي. يلا يا بت من هنا علشان الحق اعمل الاكل وانضف البيت، اصلي ما خلفتش. امشي من وشي، مش عايزه اشوف خلقتك، ويا ريت تتاخري شويه في الشغل، مش عايزه صداع. استني عندك، ما خلفتيش؟ ما خلفتيش ازاي؟ هو انا مش بنتك ولا ايه؟ قولي الصراحه ومش هزعل. على فكره انت مخبيه عليا حاجه كبيره، انا اكيد مش بنتك. مش بنتي. يلا يا بت من هنا، يلا يا بت غوري. مشيت ملاك وهي بتضحك. وبعد شويه وصلت شركه المنشاوي. كانت أول ما وصلت الشركة سمعت صوت زعيق عالي جدا. اتخضت ملاك من صوت الزعيق اللي كان في الشركة كلها، وقالت بينها وبين نفسها: ايه ده؟ هو من أولها خناقة؟ وطلعت ملاك دخلت على مكتبها، وبعد شوية دخلت عليها صاحبتها ليل قالت: ايه ده؟ انت جيتي امتى؟ مش تقوليلي يا جزمة علشان اجي اشتغل معاكي وعلشان نشتغل بقى مع بعض؟ هو كفيه يا اختي، هتيجي تشتغلي معايا؟ وبعدين تعالي هنا قوليلي، هو ايه الصوت العالي اللي في الشركة ده؟ ده صوت صعب قوي، حد صوته قوي جدا. اه ده صوت المدير. انما ايه يا بت، شاب مز كده وبعضلات اكنه جاي من مسلسل تركي. يا سلام، حتة قمر يا بت يا ملاك. عيب على فكرة يا ليل، واحترمي نفسك، ما يصحش كده. ولا عيونه، يا خرابي، يجننوا. ولا شعره الاسود ونظرته الحادة، اهو دول بقى حاجة تانية خالص، بصراحة يجننوا. ملاك
أخدت الملف وحدفته على ليل بغيظ. ليل قالت: وش يا اللي منك لله. وكمان بقى بنات الشركة بتلف حواليه، وخاصة السكرتيرة بتاعته، يا ساتر، لازقة فيه كأنها خطيبته أو هو جوزها مثلا، الاتنين أقرب من بعض. غوري من هنا يا بت انتي، وسيبيني أكمل شغلي، مش فاضية للتفاهات دي. وفعلا كملت شغلها، وعند فهد دخلت السكرتيرة أسيل وقالت له بدلع: الملف. مش حضرتك كنت عايز الملف ده يا فندم؟ أيوة، سيبيه هنا وروحي شوفي شغلك انتي. قال كده ولقاها بتقرب منه. نفخ فهد بضيق وقال: شكلك نسيتي اللي حصل الصبح، وشكلك كده نسيتي نفسك يا أسيل. أيوة، بس أنا بحبك قوي يا فهد، انت ليه مش حاسس بيا؟ انت على طول بتعاملني بأسوأ. وانا مش بحبك، ويا ريت تفهمي ده بقى، كفايه. قربت منه ولفت ايديها حوالين رقبته وقالت بدلع: لا يا فهد، انت بتحبني انا وبس. قول الصراحه، قول انك بتحبني. غمض عينيه فهد بضيق. وعند ملاك كانت خلصت الملف اللي كانت شغاله فيه، وراحت على مكتب فهد. خبطت على الباب، محدش رد. خبطت تاني، محدش رد برضه. فتحت الباب، وأول ما فتحت اتصدمت لما شافتهم. أما ملاك وقفت وقالت: أصل أنا كنت. زقها فهد وقال بغضب: اطلعي بره، أنا كنت مستحملك بس علشان انتي بنت عمي، إنما الشغل ده تعمليه على حد تاني مغفل غيري، مش على فهد جاسر المنشاوي. يلا اطلعي بره يا أسيل دلوقتي، مش طايقة أشوف خلقتك. انت ليا يا فهد، ولو عملت ايه مصيرنا لبعض. انت مش هتبقى لأي ست تانية غيري، ليا انا وبس، لازم تفهم ده كويس. وطلعت من المكتب. وهي خارجة بصت لملاك بقرف. اما فهد بص لملاك وركز في عينيها لأول مرة. قد ايه جميلة جدا، وجمالها سحروه من أول نظرة. وفضل باصص عليها. ملاك ارتبكت وقالت: طب أنا يعني أمشي وبعدين هاجي وقت تاني، عن إذن حضرتك. لا، تعالي اتفضلي، اقعدي. وفعلا قعدت ملاك وهي محرجة من اللي شافته. فهد وهو باصص ليها: ها، كنت جاية ليه؟ صحيح، ده الملف بتاع الصفقة، لازم حضرتك تمضي عليه علشان الصفقة تتم. اتفضل يا فندم. طيب، اشرحي لي الصفقة، وايه اللي هنكسبه منها بالظبط، وايه الخسائر. كل ده مكتوب في الملف برضو، اتفضل حضرتك اقراه بنفسك. فهد بعصبية: انا بقول اشرحي، لازم ازعق يعني علشان تتكلمي؟ خافت منه ملاك وبدأت تشرح له الصفقة، وهو كان مركز عليها وعلى حركاتها وعلى تعبير وشها. لاحظت ملاك واتكسفت جدا. انا كده خلصت، انا هروح على مكتبي بعد اذن حضرتك. ولسه هتمشي وقفها فهد وهو بيقول: هو انتي اسمك ايه؟ ملاك بخوف من نظراته: انا اسمي ملاك. وجريت بسرعة. ضحك عليها فهد وقال: انتي فعلا ملاك. فاق فهد وقال بغيظ: لا بقى، فوق يا فهد، كلهم زي بعض، مش علشان بصت في عينيك يبقى هتضعف كده، والكلام القديم ده، كلهم واحد. وعند ملاك دخلت المكتب وهي بتحاول تتنفس، وكانت حاسة إنها كانت في عالم تاني. منه لله، كان قلبي هيقف من نظراته دي. بس إيه، ليل طلع عندها حق. إيه ده؟ إيه اللي أنا بقوله ده؟ استغفر الله العظيم، منك لله يا ليل الكلب. وبعد شوية خلصت شغلها، وكانت واقفة مستنية ليل علشان تجيب عربيتها الخربانة كالعادة اللي بتمشي بطيء جدا. منك لله يا ليل الكلب، بقالي ساعة واقفة لحد ما استويت. منك لله، ده أنا لما أشوفك هعمل وشك خريطة. جت عربية ووقفت قدامها، ونزل منها فهد. بصت له ملاك بإعجاب، لكن ما بينتش. قلع النضارة وابتسم لها ابتسامة خفيفة خطفت قلبها. ملاك في نفسها: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ اهدى يا قلبي، شكلي كده هتفضح على ايدك. ما ينفعش كده، انا ضربات قلبي حاسه ان انا سامعاها.
أما فهد قرب وقال: انتي واقفة هنا ليه؟ انتي مستنية حد يوصلك؟ اها. اه، انا مستنية واحدة صاحبتي هتيجي توصلني، هي جاية في الطريق. ضحك فهد على تعبيرات وشها، كان الكل مركز عليه. ازاي فهد المنشاوي القاسي وقف بيضحك مع بنت. فهد قال: طيب ما تيجي اوصلك في طريقي، بدل ما انتي واقفة كده في الشارع والدنيا شمس. ها؟ لا لا لا، مش هينفع اركب مع حضرتك، ما يصحش. تعالي بس ما تخافيش، انا هوصلك في طريقي لغاية بيتك. ولا مش عايزة تركبي معايا؟ لا لا لا، خلاص، اي صاحبتي جت اهي، يلا سلام. وجريت بسرعة. اما فهد كان متعصب، وهو مش عارف ليه طلب منها الطلب ده، انه يوصلها. كان غضبان ومش طايق نفسه، مش عارف هو بيحصل معاه كده ليه مع البنت دي. ليل قالت: ايه مالك يا مجنونة بتجري كده ليه في الشارع؟ هو في كلب بيجري وراكي عبيطة ولا ايه؟ اصلك ما تعرفيش ايه اللي حصل، ده انا متوترة ومش مصدقة اللي بيحصل معايا ده. ايه بقى اللي حصل يا مجنونة؟ يلا احكيلي. هقولك، اصلي كنت مستنياكي، انتي اتأخرتي عليا جامد قوي، وانا واقفة مستنياكي هناك يا موكوسة، لقيت فهد مدير الشركة. تخيلي طلب مني ايه؟ طلب اركب معاه العربية علشان يوصلني. انتي متخيلة يا ليل؟ معقولة؟ احلفي. ازاي؟ ده ما بيطيقش حد ولا بيطيق نفسه حتى. انتي عملتي فيه ايه يا بت؟ ده انتي طلعتي مش سهلة. هو اللي منك لله انتي، يا ريتني مشيت وسبتك انتي وعربيتك الخربانة، وما كنتش اتعرضت للموقف ده. موقف محرج قوي وكله كان بيبص عليا وكنت مكسوفة. بقى عربيتي انا خربانة يا ملاك الكلب؟ طيب شوفي بقى مين هيوصلك. انا بعد كده هسيبك وامشي وتيجي في الاتوبيس وانتي متشعبطة. يعني انا واقفة بقالي ساعة وفي الاخر تقوليلي مش هوصلك؟ بقى كده يا ليل؟ ماشي يا ستي، ما توصلينيش وانا اتشعبط في الاتوبيس اكرم لي من ان انا اركب معاكي اصلا تاني. تصدقي لا خلاص، صعبتي عليا، بعد كده هوصلك، خلاص بقى يا مجنونة. وعند فهد وصل القصر. كانت قاعدة أم فهد اسمها سميرة، وأخته سندس عندها 18 سنة وفي الجامعة. أول ما دخل سميرة قالت: هتاكل يا فهد؟ أقول للدادة تحضر لك الأكل. فهد بغضب: لا، مش عايز حاجة. وطلع على الجناح ورزع الباب وراه بعصبية وبكل غضب. سندس قالت: ماما، هو ماله أبي فهد؟ بيتعامل معاكي كده ليه؟ وبيزعقلك بيكلمك بأسلوب مش حلو. سيبك منه، هو على طول كده متعصب. هو ايه الجديد يعني؟ ما انت عارفة اخوكي. انا ازاي عملت كده؟ وازاي اطلب منها تركب معايا؟ ازاي اعمل معاها كده؟ اما سندس خبطت خبطتين وفتحت الباب ودخلت وقفلت الباب وراها. قعدت جنبه وقالت: مالك يا ابي فهد؟ دايما متعصب على ماما ليه؟ هي عملت حاجة وحشة؟ دايما بتزعق لها وبتكلمها باسلوب مش حلو. ده ماضي قديم يا سندس، ومش لازم تعرفيه دلوقتي. لما تكبري هتعرفي كل حاجة. سندس بغضب طفولي: لا، أنا كبيرة، هو مش صغيرة يا أبي، أنت شايفني صغيرة؟ فهدأ راسها من خدها وقال: طيب يا صغنن، قوليلي بقى، انتي كلتي ولا لسه ما كلتيش لغاية دلوقتي؟ لا، كنت مستنياك تيجي علشان ناكل مع بعض زي كل مرة، أنا مش بحب أكل من غيرك. طيب يا روحي، خلي الدادة تحضر الأكل، وأنا هغير هدومي وأنزل على طول يا قمر علشان ناكل مع بعض. المهم تخلصي أكلك كله، ماشي يا جميلة؟ بسيته من خده وقالت: حاضر، اتفقنا يا أبي، أنا هنزل عن إذنك. وفعلا نزلت. أما فهد غير هدومه وقعد على السرير، ولقى نفسه بيفكر في البنت اللي سحرته من أول نظرة، ومن ساعة ما شافها وهو مش عارف عملت فيه إيه. في إيه يا فهد؟ من إمتى وإنت بتفكر في حد بالشكل ده؟ هي بنت زيها زي أي بنت شغالة في الشركة. أنا مش عارف مالي وبفكر فيها كتير ليه كده. وبعد شوية نزل تحت، قعد على السفرة وأكل معاهم. وعند ملاك دخلت البيت
فينكم يا اللي هنا؟ أنا جيت، المفروض تستقبلوني بالمكرونة والبشاميل والمحشي كمان. انت ايه اللي جابك يا اخرة صبري؟ بدل ما تقوليلي ايه اللي جابك متأخرة ليه بتقوليلي ايه اللي جابك؟ انا خلاص عرفت انك مش امي الحقيقية. ايوه انا مش امك، انا لقيتك على باب جامع وخدتك وربيتك، وبصراحة زهقت منك بقى، وشكلي كده هرميكي في الشارع. طيب انا عايزة اكل. اوبا، هو بقى اكل ايه النهارده من ايدك الحلوه يا ست الكل؟ قولي لي عملتي اكل ايه النهارده؟ ده انا جعانه اموت، هموت وبعصافير بطني كمان بتصوصو. عملت مكرونه بالبشاميل يا اخرة صبري، اوعى حد يقرب منها، انا اللي هاخد منها الاول، واخد الوش المحمر الجميل. وعند فهد طلع اوضته بعد ما اكل مع اخته سندس، وقعد على السرير. قد ايه هي وحشتني، يا ريت لو تتحالج وترجع تشجعني. انا لسه ما كشفتش كل خطتهم، بس انا ناوي اندمهم. وراح ناحية الحيطة ودخل البصمة. اتفتح باب قدامه شكله غريب. ابتسم فهد ودخل الأوضة. كانت أوضة بسيطة، كان في حد مجهول نايم على السرير وحواليه أجهزة كتير جدا. فهد شال قناع البرود. إن شاء الله ترجعي أحسن من الأول، وهتبقي معايا على طول. أكيد أكيد. وقعد جنبها طول الليل. وتاني يوم فاق فهد وطلع بره الأوضة السرية، ودخل أخد شاور، وطلع وبينشف شعره، ولبس التيشيرت، ونزل ركب العربية ومشي. وعند ملاك كانت وصلت الشركة، وكانت قاعدة في المكتب لحد ما دخلت عليها ملاك. مالك هادية كده ليه يا بت؟ أول مرة تكوني هادية كده، على طول سرحانة وبتفكري. يعني أنا أقعد هادية مش عاجبك؟ أعمل إزعاج برضو مش عاجبك؟ أنت عاوزة مني إيه بالظبط؟ أنا غلطانة إني جاية أصلا أتكلم معاكي يوم 44. أنت تصدقي أنا ندمت إني دخلت مكتبك الحقير ده. قامت ملاك وقفت. ليل طلعت تجري من قدامها بسرعة، خافت تحدفها بملف تاني في وشها. الناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء، أنا هوريكي. وبعد شوية دخلت ليل وقالت: المدير عايز ملف الصفقة القديمة، هاتيه بسرعة، يلا بسرعة يا ملاك. طيب خلاص، روحي انتي وانا هجيبه واوديهوله. وعند فهد كان قاعد في المكتب، دخلت أسيل وكانت معاها عصير. اتفضل، العصير اللي حضرتك طلبته. تمام، حطي العصير على المكتب واتفضلي. وجت تحطه لكن وقع على فهد، وقال بغضب: انتي عامية، انتي ايه اللي عملتيه ده؟ اتفضلي اطلعي بره احسن لك. طلعت أسيل، وأول ما خرجت هو خلع هدومه اللي فوق كلها، ورن على الحارس يجيب له بدلة تانية. وبعد شوية ملاك خبطت على الباب، ودخلت لأن خبطت كتير ما حدش رد عليها. وأول ما دخلت المكتب ما لقيتش حد علشان تحط الملف، لكن اتصدمت لما شافت فهد خارج من الحمام وهو من غير أي حاجة من فوق. وقفت متسمرة مكانها. بصلها فهد بخبز وابتدى يقرب منها وهي مكسوفة وخايفة منه جدا. شدها عليه بقوة وبدأ يمشي ايده على شعرها. ملاك اتوترت ووشها احمر وكانت مش عارفة تتكلم. انت انت بتعمل ايه؟ فهد بتوهان. مش عارف انت عملتي فيا ايه من ساعة ما شفتك امبارح هنا في الشركة، بس حاسس احساس حلو قوي. كانت ملاك بتحاول تبعده عنها، لكن كان مثبتها بقوة. ابعد عني علشان خاطري، قالت كده بدموع. فهد غضب من نفسه لأنه مش حابب يشوف دموعها أبدا، ومش حابب يشوفها بتعيط. انتي بتعيطي ليه دلوقتي؟ بعد عنها وطلعت تجري، لكن اتكعبلت. شدها فهد عليه ووقعوا هما الاتنين على الأرض. هو كان سرحان في عينيها، مش عارف ايه اللي بيحصل في الوقت ده. هما الاتنين كانوا سرحانين في عيون بعض، بس ملاك كانت خايفة ومرتبكة ومكسوفة. وفجأة باب المكتب خبط. اتصدمت ملاك ومش عارفة تعمل ايه. كان فهد باصص في عينيها ومش حاسس بالدنيا دي. مش عارف ازاي بنت في يوم واحد
تعمل فيه كل ده وتخليه يفكر فيها ليل ونهار. قامت ملاك لسه هتفتح الباب، مسكها فهد ودخلها بسرعة الحمام وقفل عليها وقال ادخل. دخل الحارس وساب الشنطة اللي فيها الهدوم وطلع الهدوم ولبس البدلة كاملة. فهد قال أنا مش عارف ايه اللي بيحصل لي، كل لما بشوفها قدامي أنا أول مرة أتعامل مع حد كده، غريبة مش فاهم حاجة. وفتح باب الحمام وطلعت منه وكانت بصاله بخوف. أنا ما كملش كلامه، لقاها طلعت بسرعة وقفلت الباب وراها. فهد اتعصب. أوف، انت طلعت غبي قوي يا فهد، إيه اللي انت عملته ده؟ دلوقتي هي هتفكر فيك ازاي؟ وعند ملاك دخلت مكتبها وهي بتعيط. لا لا لا، مش هينفع كده، أنا لازم أسيب الشركة دي وفي أسرع وقت ممكن، مش لازم أبقى هنا كتير، لازم أمشي. دخلت أسيل المكتب بتاع فهد. أسيل بسخرية أنا شفت كل حاجة وعامل لي فيها محترم وابن ناس وانت مقضيها. أسيل، انت تطلعي برا ومش عايزة أشوف وشك خالص، فاهمة؟ عايز تشوف وش ملاك ولا ايه؟ علشان كده مش طايقني صح؟ قرب منها فهد وشدها من شعرها بغل. انا قلت تطلعي برا، يبقى تسمعي الكلام بالذوق وتطلعي برا بدل ما اطلعك بالعافية. اه، سيب شعري، سيب شعري يا فهد، والله العظيم والله لفضحك. وطلعت برا المكتب وبعد شوية دخلت ملاك ومعاها ملف. استغرب فهد وهو بيبص لها وقال هو ايه ده؟ ده ده طلب استقالتي، والطلب ده مرفوض. مرفوض ليه ان شاء الله؟ لو ما قبلتش الطلب ده عادي جدا، ممكن ما جيش الشركة دي تاني اصلا. قام فهد وقف، بلعت ريقها بتوتر وبعدين بدأ يقرب منها وحاوطها. قولي تاني كده بقى، انتي كنتي بتقولي ايه؟ آه، انا كنت اصل ايه؟ القطة بلعت لسانك ولا ايه؟ ابعد عني، ابعد عني يا فهد، ما ينفعش كده. الله، اسمي طالع منك زي العسل، طالع حلو قوي من شفايفك. وفجأة الباب اتفتح واللي حصل انتظروني في الحلقة القادمة علشان نعرف يا ترى ايه اللي حصل مع فهد وملاك. الرواية دي جامدة جدا بجد، من أجمل الروايات الرومانسية اللي ممكن تشوفوها. انتظروني الحلقة الجاية، قوية قوي قوي وفيها أحداث غير متوقعة، وهستنى توقعاتكم وآرائكم في التعليقات وكلامكم الجميل اللي دايما بيسعدني. مع السلامة.